أنا الأستاذ عصام شلتوت، الناقد الرياضي والإعلامي الرياضي الكبير. أستاذ عصام، مساء الخير. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أول معانا معانا في المصري اف ام، ده شرف كبير لينا يا أستاذ عصام. العفو اهلا بيك ومصري اف ام. أستاذ عصام، احنا كنا بنتكلم عن أبرز القضايا الرياضية وكيف تم توجيهها من خلال الإعلام الرياضي. يمكن حضرتك أدرى وأعلم مننا بالفترة الأخيرة كان في كمان توجيه للقضايا من خلال الأهلي والزمالك، والناس بتتكلم ده إعلامي محسوب على الأهلي، إعلامي محسوب على الزمالك. رأي حضرتك في القضايا الرياضية وكيف يتم معالجتها من خلال الإعلام الرياضي؟ هو انت قلتها، هي مش محتاجه اراء، هي عايزه رصد، والرصد حاصل وليس في الرياضه فقط لكن ايضا في وجهات نظر في مناحي كتيره في الحياه. الاعلام بيتدخل تدخل غريب جدا، ويحتاج ان هو يبلغ سن الرشد، لانه ما فيش هيئه حاكمه على الاعلام، لكن الجماهير كمان هي اللي لازم يبقى ليها كلمه. الجماهير لا تبدي اعتراض، واذا جاءت تبدي اعتراض يتقلب سباب وشتيمه وكذا، لكن هي عندها اعتراض في غايه الاحترام. اذا لم تكن تريد ان تشاهدني وانت تعلم انني اعبث وبعيد عن فكره الحياديه، تحدث مع منتج الاعلانات هي اللي بتشغل كل الميديا. من غير اعلانات ما فيش ميديا، لان هو دي الحاجه اللي بتتباع مقابل ترويج السلعه. قول للناس المنتج ده اذا كان مشروب، اكل، عربيه، ثلاجه، قول لهم احنا مش هنشتري الحاجات ده لما تشيلوا شلتوت، ده راجل مش محايد. الناس بقى تتعود تبقى ايجابيه بعيدا عن الشتيمه والثبات، بصراحه كده. استاذ عصام، حضرتك شايف ان يمكن احنا كمان عشان بنتكلم عن من راديو النادي المصري، ويمكن كمان حضرتك شايف ان الميديا دلوقتي في الفترة دي يمكن كمان اختصاص كل نادي بمنبر اعلامي بيخصه. هل حضرتك شايف ان دي ظاهرة صحية وايجابية، ام ظاهرة ممكن تخلق بعض من التعصب والمشاحنات؟ يخلق مليون تعصب او مزيد من التعصب، لانها مفيش برضه فيها تقدر تتحكم، لانه لو جبنا وقارنا وانا هضرب نفسي انت بس لا ما تزعلش مني. في اي دول العالم لو في راديو للنادي المصري بس بتاع انجلترا، او النادي الاهلي بتاع انجلترا اللي هو موجود فعلا في المان يونايتد وفي تشيلسي وفي ليهم تلفزيوناتهم، محظور ان احنا نعمل برنامج في الحتت دي، محظور يتعمل برنامج فيه اراء، محظور يتعمل استوديو تحليلي حتى لما المباراه بتذاع مؤجله. ممنوع، انت بتعرضها صرف. البرنامج القناه عباره عن ترويج لتيشيرتات النادي والشكل التدريب، والمدير الفني قبل المباراه ربما بعد ما بيخلص اخر مران بيقعد يقول كلمتين، هنلعب معانا فلان وفلان، يطمن جماهير النادي. محظور اصلا انك تبقى زي التلفزيون العام. عارف ليه؟ لان انا وانت دلوقتي لو قلنا عن ماتش المصري مثلا والجيزه ده في ضربه جزاء، طبعا ضربه جزاء، قد تنزل الجماهير الشارع او تنزل من المدرج لو كان الحديث اثناء مباراه، صح ولا لا؟ تمام. طب استاذ عصام، كلام حضرتك ده كلام منطقي جدا، ولكن خليني اقول لحضرتك هنا في مصر زي ما حضرتك كنت بتؤكد على الفكره الاعلانيه والفكره الاعلاميه ان هي بيتم توجيهها حسب المصالح والاهواء. طب انا دلوقتي في بورسعيد وفي النادي المصري، اقدر ازاي اجيب حق النادي المصري اعلاميا، واقدر ازاي اخلي النادي المصري؟ انا ما بقولكش تعالى بقى هو جت بقى لما المصري يبقى عندي راديو نقول بلاش منه. انا قلت لك اضرب مثل بيك انت، لانه انا دي بلد انا بحبها، عشان ما نبقاش بنوجه لحد، لانه التوجيه وقد تم وهي فعلا حاصله وخلاص. كل الابواق الاعلاميه بقت رايحه في السكه دي. لكن انا بتمنى بقى من الراديو المصري ان هو يتحرى الدقه، وان هو يتكلم في اللي احنا قلناه ده، ويقول القضيه عنوانها كذا كذا. لكن طبعا ما جاتش بقى على النادي المصري واجي اقول لك دلوقتي يلا نبقى ملايكه وبلاش المصري يبقى عنده صوت اعلامي. ليه؟ لكن احنا بنعيد بقى بالدوله العظيمه اللي احنا مستنيينها دي، ان يبقى في حاجه اسمها مجلس الاعلام الوطني. مفيش بقى لا وزاره اعلام والكلام بتاع الدول المتخلفه ده. وزاره الاعلام دي دوله متخلفه او دوله فاشيه او دوله يحكمها الامن بتوجيه الاعلام برضه. ويقعد يقول لك التلفزيون ويقول على الرئيس هو امي والرئيسه هي ابويا والكلام العبيط ده. لكن انت دلوقتي لو بقى في هيئه اعلام
محترمه، الهيئه الوطنيه للاعلام زي البي بي سي كده هتحط كل حاجه في مكانها، وترفض انه الشركات المخصصه لاطلاق اقمار صناعيه او نت زي حضراتكم مثلا اونلاين هترفض اي اساءه او تشكيك او انه يستخدم لهذه الاشياء. يتم عمل كنترول يعني. طبعا يتم عمل قواعد منظمه ولنا في الغرب مش احنا كل شويه نقول عايزين نبقى زي اوروبا، عايزين نبقى زي اوروبا، نجيب النموذج ونطبقه ونشوف دول. ما هو في قانون هناك اللي عامل كده. او هتفكر ان بتوع تشيلسي مثلا ولا زي ما قلت لحضرتك يعني المان يونايتد او اي حد، الناس في اوروبا عزيزي الفاضل ما هماش يعني ملائكه فبيعدوا الشارع من عند اشاره المرور، في قانون بيتطبق على الوزير والغفير. والوزير قبل الغفير، مفيش هزار، مفيش واحد عنده 100,000 متفرج يظلم ابو 2000 متفرج، مفيش كلام من ده. طب استاذ عصام، يعني حضرتك شايف ان الفتره اللي توقف فيها الدوري العام والمشاركات الرياضيه سواء على الانديه او سواء كمان على المنتخبات، ممكن يعني خليني اقولها يعني يمكن مش عارف يعني حضرتك تتفق او تختلف معايا، كانت قرصه ودن للاعلام الرياضي يمكن كمان بعد حادثه استاد بورسعيد؟ يعني بس يعني النتيجه ايه في الاخر؟ بالظبط. ما حصلش حاجه يعني لم يحدث تطوير، لم يحدث شفافيه، لم يحدث اي شيء يعني. بقت الحكايه محلك سر، لان زي ما قلت لك مفيش اصلاح ولا تطوير من انفسنا الا في الجنه بقى وسكانها من الملائكه. على الارض نحتاج قانون، نحتاج منفذي قانون، مش فكره دوله يبقى الامن فيها هو اللي عصا غليظه، لا القانون هو اللي يبقى عصا غليظه. استاذ عصام انا بشكر حضرتك جدا، يعني مداخله ثريه جدا مع حضرتك، وانا بشكرك على متشكر جدا. ربنا يخلي حضرتك. متشكرين جدا استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي والاعلامي الرياضي الكبير، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ. شكرا يا استاذ عصام.